تخيل اللحظة اللي أمريكا بتضغط على إيران وأوروبا متضايقة من أمريكا وهرمز بيسخن تاني. ده مش مجرد خبر، دي شرارة واحدة والدنيا تولع. أنا بقى هنا الكشاف وهفصل لك القصة من الأول أكن إحنا كده قاعدين مع بعض على القهوة. ملف إيران سخن تاني. طهران قدمت 14 حل للتهدئة. أمريكا قالت مش كفاية، الرد سفن حربية أكتر في الخليج. العقوبات مكلفة على إيران جدا، والتصريح الواضح مستحيل نسمح بسلاح نووي هناك. وفي كلام إن حملة الطائرات راجعة الخليج. نروح أوروبا. ترامب قال هيسحب 5000 عسكري من ألمانيا. الناس بتسأل أمريكا هتسيب أوروبا ولا إيه؟ واختلفوا مع ألمانيا على ملف الإيران والاقتصاد. تيجي بقى الهرمز، دي حنفية البترول بتاعت العالم. أمريكا بتفكر في تأمين بحري دولي. تركيا قالت هساعد في إزالة الألغام بس لو في تهدئة. الزتونة بقى، هرمز لو خلاه مقفول بالشكل ده انت هتفول عربيتك ما يقارب 3000 و4000 جنيه. احنا مش عارفين برضو الدنيا رايحه على فين. عدم الاستقرار اللي في العالم ده بيخلي الدول مش شايفه هي رايحه على فين. امريكا في دماغها حاجات وخطط، ايران في دماغها حاجات وخطط. روسيا بقى بتقول لك ايه السنه دي؟ بتقول لك انا هلغي احتفالاتي عشان اوكرانيا فيها تقدم. لبنان دايما في حاله تاهب. مالي فكت حصار العاصمه. العالم كله مربوط بخيط، لو اتشد غلط الكل هيتكعبل. سؤال بقى الحلقه، لو هرمز ولع اول حاجه هتتاثر تاني هي البنزين والاقتصاد. معايا في الراي ده ولا لا؟ ودي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ قول لنا بقى رايك في التعليقات، والله المستعان. وتحيا مصر.